إخوانا وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة المتخصصة في العقار بالمغرب. موضوع اليوم هو موضوع الساعة بالنسبة للعقار، وهو موضوع الدعم اللي خصته الدولة لاقتناء سكن رئيسي. وكما شفتوا يعني في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في الصحافة الإلكترونية أو الكتابية بصفة عامة، يعني مقتضيات ديال هذا القانون أو هذا المشروع ديال القانون اللي تعرض على صاحب الجلالة، كانوا فيه جوج ديال الأمور اللي مهمة. الحاجة الأولى وهي التكلفة ديال الدعم، يعني هذا المجلس اللي ترأسه صاحب الجلالة عطانا الرقم أو الدعم، المبلغ الذي تخصص للدعم، وهو 10 مليون سنتيم، يعني 100,000 درهم بالنسبة للعقارات اللي أقل من 30 مليون سنتيم أو تساوي 30 مليون سنتيم، يعني 300,000 درهم. والمبلغ الثاني اللي هو 70,000 درهم بالنسبة للعقارات اللي كتراوح القيمة ديالها ما بين 300,000 درهم و 700,000 درهم بالنسبة للطبقة المتوسطة. بطبيعة الحال هاد يعني الأخبار هذه ما جابتش تفاصيل دقيقة حول الشروط اللي يمكن أن يستفيد بها يعني المواطن المغربي، يعني غير الخطوط العريضة بالنسبة لهذا الشيء هذا. أظن أن مع مشروع القانون ديال المالية لسنة 2024 غادي تحدد أكثر الخطوط ومقتضيات هذا القانون. قبل ما نهضروا على هذا القانون ولا على شنو غادي نستافدوا أو يستافد المواطن المغربي، خصنا نديروا واحد المراجعة ولا واحد المقارنة مع شنو كاين حاليا، لأنه حاليا الدعم ديال الدولة كيتجسد في هذيك الإعفاء من القيمة على الضريبة المضافة، يعني التي اللي محددة في 40,000 درهم، يعني 4 المليون. بمعنى أن أنت ملي كتشري واحد العقار في السكن الاقتصادي اللي كيتكلف 25 مليون سنتيم اللي هي 250,000 درهم، فأنت ما كتخلصش أو المنعش العقاري ما كيخلصش هذيك 40,000 درهم، لأن ملي كتخلص التي أو الضريبة على القيمة المضافة كتخلصها للمنعش العقاري، وبدوره كيعطيها الدولة. يعني بلاص ما تخلصوا 25 كتخلصوا 29 مليون سنتيم. الدولة في يعني هذاك النظام السابق اللي بدا أظن في أوائل يعني سنوات 2001 حتى سنوات اللي كنعيشوها الآن يعني 2022، وكان يعني بزاف ديال الأمور اللي تغيرت، يعني كان بزاف ديال التطورات ما بين سنوات 2000 2010 2014 ل 2023 حاليا. يعني هاد الناس هادو ملي كانوا كيشريو العقار كانت هذيك 40,000 درهم ما كيخلصوهاش، ولكن بالنسبه ما ننساوش واحد النقطه اللي هي بالنسبه للمنعش العقاري. هذاك المنعش العقاري كان عنده واحد كما كنقولوا واحد الالتزام باش يقد يستافد من هذا النظام هذا، لان حتى هو كيستافد لحقاش ما كيخلصش هذيك 40,000 درهم. كيكون عنده واحد يعني كيخلص يعني باش يتنقام له هذاك العقار اللي غادي يبيعو، عنده بزاف ديال النفقات، منها يعني الشراء ديال هذاك البقعة الأرضية اللي يدير عليها المشروع، الوحدات السكنية اللي كانت محددة ما بين على ما نظن، يعني ما عنديش الأرقام التفصيل، يعني 500 أو لا 2000 وحدة سكنية ما بين 2000 2500 لمدة 5 سنوات، يعني عنده 5 سنوات باش يديرها. ويعني كان عنده واحد الشروط باش يقد يدخل في هذا النظام هذا. وهاد المنعشين العقاريين يعني بزاف ديال المرات في القوانين المالية السابقة كانوا كيعطيو واحد الملاحظات
في المشاريع السابقة، لأنه مع مرور الوقت يعني نقدروا نتفاهموا هذه القضية. يعني النفقات ديال البناء أو دوك باش كيتنقام عليه، راه الثمن ديال السيمة ديال سنوات ال2000 ماشي هما ديال دابا بطبيعة الحال. يعني كان دائما هاد الملاحظات ديال أن هاد الشيء هذا اللي حاليا ديال أننا نبنيو أو أننا يتنقام علينا هاد الشقة راه ما بقاتش مسلكة. للإشارة يعني على حسب الأرقام ديال الفيدرالية ديال المنعشين العقاريين، المتوسط ديال هاد الشقة هادي شحال كتكلف تقريبا واحد 23-24 مليون. هادشي اللي كيقولوا هما. يعني كاين اللي كتنقم له 20، كاين اللي كتقام له 19، كاين اللي كتقام 22 اكسيتيرا. يعني هذاك السيد فرضا انه ناخذ واحد المثال، كيقول لك انايا مثلا كنشري التيران الميط 1200 درهم، كان كيتنقام لي على حسب الشقه. الا خدينا واحد المشروع اللي فيه 200 300 متر 300 وحده سكنيه، غتنقام لي مثلا الشقه واحد 60000 درهم، يعني 6 المليون غير على حسب البقعه الارضيه. نزيدوا عليها النفقات ديال الموثق، نزيدوا عليها باش نردوا هذاك التيران او هذيك البقعه الارضيه داخلها الضوء داخلها الماء اكسيتيرا، يعني من 10 المليون حتى او 10000 درهم حتى 20000 درهم الشقه. وزيد عليها ثمن البناء اللي قد يتراوح ما بين 2000 حتى 2500 درهم، يعني كلشي يعني بالفينيسيون بالمسائل كامله باش يوصل هذا الثمن هذا تقريبا واحد 19-20 مليون للشقه. يعني هذه الارقام اللي او موين يعني متوسط الاثمنه اللي كيقول المنعش العقاري. كيقول لك انايا تنقم عليا هذه الشقه ب20، هذه نبيعها مثلا يعني الربح اللي عندي انايا باش نبيعها ب 29 مليون هي 9 المليون، يعني 9 المليون هي الربح ديالو. الا نقصنا هذيك التبيعه اللي كتخلص 4 المليون كتبقى له يعني 25 مليون. داكوغ، هو كيربح يعني في هذاك ما بين 20 و 25 كيربح 5 المليون، هذا هو الربح ديالو. دونك هاد الناس هادو المنعشين العقاريين، هاد القانون اللي هو النظام ديال الدعم الجديد ما بقاش عاطي هاد القضيه ديال المنعش العقاري خصو يبني قدا وقدا، خصو حاليا ما قالوا حتى شي حاجه. ولكن ما نظنش ان الدوله غادي تتجه في هذه القضيه هذه باش يفتحوا المجال يعني للجميع باش يقدموا واحد المنتوج اللي يكون في المتناول. بمعنى ان واحد المقاول اللي غادي يمشي يبني واحد المشروع اللي ما محدودش في العدد، يعني ما محددش في العدد، يعني ما كيقولكش انك خص تبني 500 ولا 600 ولا يمشي يبني مثلا 10 ديال الشقق بواحد الثمن ديال مثلا تنقام له هو. نقولوا حاليا انا كنعطي غير امثله ماشي يعني ارقام، يعني اصحاب الاختصاص يعني في المنعشين العقاريين هما اللي غادي يكونوا عندهم ارقام حاليا المتعامل بها. يقول لك انا غادي نتقام عليا مثلا هاد الشقه على حسب فين كاينه المدينه، لحقاش مدينه الدار البيضاء ماشي هي مدينه تطوان ماشي هي مدينه وجده. البقعه الارضيه راه كتختلف، واش غادي يشريها في وسط المدينه، واش غادي يشريها خارج المدينه، الى غير ذلك من الاعتبارات اللي كتكون في المشاريع العقاريه. غادي يقول لك انا غادي نشري هاد البقعه، غادي نضرب حساباتي، غتنقم عليا مثلا باش نبيعها، باش ندخل في هذا النظام هذا، باش يكون عندي كليان. لحقاش ما ننساوش ان المنعش العقاري غادي يفيزي هاد الناس هادو. يقول لك انايا خصني الماكسيموم هاد الشقه هادي باش نربح فيها خصني نبيعها ب 30 باش الناس، لحقاش 30 تي تي سي يعني بالضريبه بالمسائل بكلشي. هذاك الشيء غادي تكون مقارنه مع النظام اللي كان قبل. النظام اللي كان قبل كان 29 مليون هذيك 25 مليون ما فيهاش القيمه المضافه، وتزيد على ديك 4 المليون هي 29. دابا هذا المنعش العقاري غادي يشوف واش انايا دابا هذيك المشروع اللي غادي نديرو بشقه اللي كتكلف 30 مليون واقل واش مسلكاني ولا لا. اظن انه في واحد يعني بعض المدن
أظن أنها ممكنة. بعض المدن قد تكون صعيب، ولحقاش ما نساوش أن المنعش العقاري كيلعب على الكونتيتي. علاش كان مسلكاها القضية قبل؟ كان كيلعب على الكونتيتي بزاف، وكان زعما اعتبارات أخرى اللي كتخلي أن المشروع ديال السكن الاقتصادي كان نوعا ما مربح، يعني كيخرجوا بواحد 20 حتى 30% ديال الربح في المشروع. دونك خص الاشكاليه اللي تكون مطروحه حاليا، يعني واش هذا المنعش العقاري غادي يكون قادر انه يوفر واحد المنتوج اللي يقل من 30 مليون في بعض المدن، باش هذا السيد هذا اللي غادي يجي يشري من عنده يقد يشري. يعني انايا من غادي نحط في السوق واحد المنتوج ديال 30 مليون، واحد المشروع مثلا ديال 20 وحده ولا 30 ولا 50 وحده ب 30 مليون. هاد السيد هذا اللي غادي يستافد، الدوله غادي تعطي له 10 المليون، بمعنى الا كان هذاك المنتوج كيساوي 30 وفينال، يعني في التالي غادي تنقابلو 20 مليون. يعني الا كانت انت عندك 20 مليون في جيبك ياك، غادي تجيبها وغادي تخلص بها كيسميتو هذيك الشقه ديال 30 مليون. داكوغ. في الحاله ديال الجزء الثاني يعني او الفئه الثانيه اللي هي ما بين 30 و 70 اللي يمكن تكون اكثر على حسب المدن بطبيعه الحال. ما كنهضرش على الفئه ديال المجتمع، كنهضر على حسب المدن او القابليه انها تتحقق في بزاف ديال المدن. 7 المليون غادي الدوله تعطيك 7 المليون باش نتايا تشري واحد العقار مثلا كيساوي 60 مليون. الدوله تعطيك 7 والفرق يعني 53 نتايا تكلف به باش تخلصوا. يعني هاد الاثمنه هادو مازال ما عطاوش الشروط يعني باش الاستفاده. يعني بحال النظام القديم كيقول لك خص يكون سكن رئيسي تجلس فيه 4 سنين، ما تقدش تكري، ما تقدش تبيعو الى غير ذلك من الشروط. حاليا الشرط اللي كاين حاليا اللي بان واللي توضح في المنشورات الرسميه هو انه هاد السكن خص يكون سكن رئيسي، والسيد اللي هادي ياخذو خص يكون اول مره غادي يكون عنده سكن. يعني ما عمره ما استفد بالدعم ديال الدوله، يعني ما عمره ما كان عنده سكن ديجا، يعني ما عندوش سكن، واصلا ما استفدش من السكن الاقتصادي ومن الدعم ديال الدوله في النظام القديم. هذه اول الشروط. ولكن مع مشروع الماليه ديال 2024 اظن ان هذه توضح الامور اكثر. يعني هذا الفيديو كان باش نحاولوا نتقربوا اكثر من هاد المعلومات الحاليه. يعني الواحد ما يكونش غلط، يعني يقول لك انا هذا المنعش العقاري هذه يحسب لي مثلا دابا الدار كدير 25 مليون، الدوله تعطيني 10، يعني تبقى 15. الامور ما تكونش غاديه بهذه الطريقه، لانه اصلا المنعش العقاري راه كيتنقام له حاليا، كيقول هو كيتنقام لي 20 حتى 25 مليون باش نصاوب شقه في السكن الاقتصادي. يعني باش ندخلوا في هذا النظام هذا كاين اعتبارات اخرى. نحاول ندير فيديو ان شاء الله من يخرجوا معلومات رسميه حول هذا القانون هذا. الى ذلك الحين نتمنى لكم في يعني يوم موفق، ونضرب لكم ان شاء الله موعد في فيديو قادم.